الجيل الجديد بيعرف المعلاق وبيعرف هذا الاشي. الجيل الجديد يعني مش لهالدرجه جيل عاطل هو. لا بس شو بدك يعني هسه التربايه الجديده شو بدك توحي له انه هذا المعلاق انه بتاكل كيف؟ يعني متربي على الناقط ومتربي على الدجاج وجنبه هذا شو بدي اعرفه بهاي القصه؟ حتلسه نقت جديد عليهم كمان. ايش؟ هسه هاي ايش هاي الاولى فشه؟ فشه هاي الفشه. ليش لونها زهري؟ الخروف بنت؟ وارد. ليش لونها زهري؟ باربي الخروف باربي الخروف باربي كيف كان الوضع عندكم في البيت لما يجي المعلاق؟ لما كان او حدا يجيب لكم ذبيحه؟ هسا انا لما كان وانا صغير لما كان قبل ما يأذن اخبي جناح الدجاجه بالنمليه، كان عندنا نمليه تمام. ومتى باكلها او بشوفها؟ بعد رمضان ماني بعد الفطور بشبع كنت اخبيها بخاف اني اجوع بعد الاكل عرفت هيك. عمرك افطرت في رمضان؟ يعني في رمضان وانت صغير كنت تخاف؟ اكيد يعني ما كنت تصوم يعني؟ اكيد كان في بعيد عن اهلك وانا صغير كيف كنت تفطر؟ يعني شو الطريقه اللي فوق عشان نعلم الجديد؟ عند التنكات والله عند الخزانات فوق؟ خزانات. يعني اكل حمام كنت تاكل؟ شو كنت تاكل؟ يعني كنت اجيب سنيوره شوي كناري زاكي عصير زاكي اوكي يعني هاي الاشياء البسيطه معموله هاي دائما هاي اللي بتلقطها اول شيء بالدكان دورس كيف انت مع التربايه الحديثه؟ عن جد يعني كيف تنصح الناس بالتربايه الحديثه ولا يرجعوا للقديمه؟ والله لا، يعني حسب انت شو هسه تحكيش عن الكتل اللي انت كنت تاكله مالناش دخل فيه، حياتك القديمه اللي اكلت فيها. هسه انا التربايه الحديثه التربايه الحديثه ما بحبها. ليش؟ شو السبب؟ يعني مثلا ابنك تمام الطبيعي. لا مش انه عملنا خصاوي نحكي اي شيء لا عادي. قال مثلا قال الجديد قال ابنه يروح الحمام تمام اتولد فهسه الولد طبيعته ما في ناس بتعرف شو يعني حمام عشان الجيل الجديد. طبيعه الولد اول فتره طبيعه الولد نعم. اول فتره تمام انه بقول لك انه طبيعي الولد ضل يعملها في الحفاضه. مش عشان خصاوي تعيد نفس الكلام عيد رتب امورك اعرف شو بتحكي قاعد يا زلمه انت من الجيل عن جد الجديد خليش زدت كلمه كبيره لا ولا احنا. طب هسه احكي لي انت عن التربيه الحديثه اللي انت شغالها مع اولادك وين موصل فيها انت؟ ايش احكي شو بدك اسالني ما دامك فتحت موضوع التربيه الحديثه احكي لي. يعني بتعرف انت هسه انا كيف يعني بحط الفرق بيني وبينهم يعني زمان مثلا انت تربيت تربيه حديثه؟ انا اقول لك زمان ابوي كان يقول لي اطلع على الشجره لقط مطرق رمان وانا شو كنت اعمل قد ما انا هبيله؟ قال انظفه واظبطه واجيب له اياه عريض شويه مشان ايش؟ افكر بده يقتل محمد تمام يطلع بده يقتلني انا اجيبه اظبطه اقطع. طب بتصدق وتامن بالله؟ لا لا الا الله. كان عندنا بربيش ميه 300 متر بجوز حلو تعرف قد ما كنا كاتب بالامتحانات والهاي انا اذا انا على الكتل اللي كتبته لازم اصير دكتور يعني انا لازم مكان الشخص هذا مكان معتصم انا على الكتل اللي كتلته ارزاق والله يا ابو ارزاق يا معلم احنا استحملنا الضرب واللي زي هيك تربيه حديثه صار دكتور هيك وضل معلم. بس هو قال هسه من جديد قال اذا بقتلوا اولادهم قال يعني هسه انه ممنوع تضرب ابنك. لا انا بديش احكي عن الضرب انا ما حكيت عن الضرب. انا ما بحكي ضرب. لا ما هو انت بدك تتحكم يا زلمه هو جيلنا كبر الكتل حقوق الطفل لا تحكيش عن الضرب. تعال شوف جسمي تعال شوف جسمي حب نفسك ما مشرح انا هذاك اليوم كنت في المسبح واحد قال لي ظهري كله برابيش كان زمان قال لي مالك؟ قلت له كنت بالحرب قال لي طول حياتك هيك اي حدا بيسالك عن ضرب زمان يقول له كنت بالحرب انت لو اسالك سؤال عن جد بصراحه لما انت عشان نحكي على الحديث وعن القديم يلا في اشياء لما ابوك ضربك عليها خفت منها؟ اكيد عن جد؟ يعني هسه انت مع الضرب؟ لا انا مش مع الضرب فوز يا مع ايش؟ يعني هاي انضربنا وطلعنا يا زلمه هيك مضروب تمام مضروب 100 مره شايف الخلل العاقبه مش وضحيت لك؟ لا طيب